يا أهلا بكل متابعين إيمان في كل مكان. وحشتوني من الرواية اللي فاتت. النهاردة جاية وجايبة لكم رواية رواية حلوة وقوية جدا، متأكدة إنها هتعجبكم. اسم الرواية العذراء والأربعين. الرواية دي بجد حبيتها قوي، علشان كده متأكدة إن انتوا كمان هتحبوها. ويلا بسرعة بسرعة نصلي على النبي ونعمل سبسكرايب بسرعة جدا ونفجر زر اللايك. يلا نبدأ. هو حضرتك ما قلتليش يا عمته؟ هو احنا رايحين فين؟ هو احنا مسافرين؟ طب ليه ما قلتليش اجيب هدوم كتير معايا؟ طب احنا مسافرين فين؟ احنا هنروح المصيف قبل المدارس ما تبدأ، صح؟ قولي يا عمته. انتي صح يا سما، اكيد بابا وماما هيودونا المصيف اللي وعدونا بيه. انا فرحانة قوي، بس انا ما جبتش المايو والعوامة. هروح ازاي بس من غيرهم؟ بصي، مش مشكلة، مش لازم عوامة. أنا بقى النهاردة هعلمك السباحة وتكوني أحسن سباحة في العالم، وهتعومي كويس قوي. إيه رأيك بقى يا ندوش؟ ردت ندى وقالت موافقة. بس بقى بلاش صوت عالي، احنا مش رايحين ولا مصيف ولا زفت، رايحين مشوار مهم. انا مستنيه من زمان قوي وبفارغ الصبر، ومستحمل عشانه حاجات كتير. الليلة دي هتكون ليلة مصيرية لينا كلنا. عمته، هو عمو سيد بيقول إيه؟ أنا مش فاهمة، هي ليه هتكون ليلة مصرية؟ مش عارفة أقولك إيه يا بنتي، بس إن شاء الله خير ليكي يا سما. انت عارفة ان عمتك وهي اللي مربياكي وجوز عمتك وبيحبوكي وبيحبولك الخير، هتعرفي بعدين. سما كانت مستغربة، مش عارفة هما ليه مرتبكين ومش على بعضهم، وليه عمتها حاسة انها قلقانة ومتوترة جدا وحزينة قوي من جواها. استنوا لغاية ما وصلوا للصعيد، وأول ما وصلوا خليكم هنا، الست هانم هتنزل وبعدين تتفضلوا معانا جوه. أما سما وندى فضلوا يلعبوا مع بعض زي الأطفال الصغيرين، كأنهم من سن بعض. وبعد شوية الكبيرة وصلت. اتفضلوا اقعدوا، الكبيرة نازلة دلوقتي، عن إذنكم. نورتوا يا نسايب، إلا قولولي، هي فين العروسة؟ سيد شاور على سما وقال أهي قدامك هناك أهي، هي دي تكون العروسة، اسمها سما. ألف مبروك يا كبيرة. اهدى، دي عيلة صغيرة، مش هو ده اللي اتفقنا عليه. انا اتفقت واحدة تكون عندها 25 سنة، لكن دي بنت 17. انا ما يخصنيش الحديد ده. لا، مين اللي قال كده بس يا كبيرة؟ ده عندها 20 سنة، وبعدين يعني هي شكلها كده صغير، بس هي كبيرة وعقلها كمان كبير، وبتقدر تعمل حاجات كتير هتنفعك. طيب، لما نشوف. اتكلوا على الله انتوا وسيبوها هنا. سما جريت على عمتها وقالت عمته، هو ايه اللي بيحصل هنا؟ هي مين دي اللي سنها مناسب ومش مناسب؟ انا مش فاهمة حاجة. هو انت هتسيبيني هنا وتمشي يا عمته؟ اطلعي فوق، الحريم مستنيينك علشان يظبطوكي. أنا رايحة علشان أشوف الدبايح اتوزعت ولا لسه. انا مش عارفة اقولك ايه يا سما، بس انت هتتجوزي النهاردة يا حبيبتي. النهاردة ليلة فرحك، علشان كده احنا موجودين هنا في الصعيد وجوزك موجود هنا. انا اسفة يا بنتي. ايه اللي انت بتقوليه ده يا عمته؟ انت بعتيني؟ انا عارفة ان هو كان عايز يبيعني من زمان، مع انه هو اللي مربيني. انا بنت اخوكي، ازاي تعملي فيا كده؟ هي دي الامانة؟ انا مش عارفة انت ازاي تفرطي فيا بالشكل ده وتبعيني. بس بقى يا بنت انتي بطلي صداع. أبوكي طفش من زمان، وأنا خدتك وربيتك بدل ما تترمي في الشارع، وانتي جه الوقت انك ترديلي الجميل ده. وأنا مستني أصلا من زمان انك تكبري وتبقي عروسة وتفوري، علشان أجوزك واخد من وراكي ملمين، علشان أقدر أعيش أنا وعمتك وبنت عمتك. إذا كنتي بتحبي ندى يبقى تسكتي. مشيوا كلهم. أما سما كانت حاسة إنها غريبة في عالم أول مرة تشوفه، ومش عارفة يا ترى هيحصل لها إيه الفترة الجاية. رجعت تاني ندى وحضنتها وقالت ما تزعليش يا سمسمة يا حبيبتي، يمكن العريس يكون طيب زي الروايات اللي بتحكيها لي بالليل ويكون بطل روايتك. طيب إيه بس، ربنا يستر. أنا شكلي داخلة على أيام صعبة. خدي بالك من نفسك يا ندى، هو عايزاكي تفهمي ان انا بحبك قوي، وان قريب قوي هرجع لك وهاخدك تعيشي معايا.
يلا يا بت يا ندى، اتأخرنا، وبلاش شغل الصعبانيات ده. وانت يا ست سما انسينا تماما كأنك ما تعرفيناش. يلا يا عروسة، جبتلك الحنانة علشان تعملك حنة حلوة جوي، وكمان هتظبطك لعريسك وتخليكي فلة شمعة منورة. يلا يا حبيبتي اجلعي هدومك. اقلع ايه؟ ويعني ايه حنانة؟ ويعني ايه تخليني انور؟ انت شكلك كده خام وما تعرفيش اي حاجة. عموما يا بنتي هي فاهمة شغلها كيف. وسابتها ومشي. يلا اجلعي يا حلوة، ما تخافيش، مش هتاخدي في ايدي ربع ساعة، وبعد كده هتشكريني وجوزك كمان هيشكرني. وبعد نص ساعة تقريبا كانت جاهزة عروسة زي القمر، والأول مرة بعد كتب الكتاب تشوف عريسها. طلع لها بره وكانت شايفة عريس زي القمر حرفيا. سما كانت بتقول في سرها: معقول ندى طلع عندها حق، ده شبه اللي في الروايات. عجبتك؟ ها؟ لا، ما اقصد لا، انا ما بقولش حاجة، بس انا كنت فاكراك صعيدي، شكلك كده مش صعيد. لا انا مش صعيد، بس انا عايش طول حياتي برا مصر وكنت بشتغل هناك، لكن اصلي صعيدي وشرقي كمان. يلا اسبقيني على اوضه النوم. وسابها ومشي. ايه ده؟ هي مغرور وقليل الادب ده ازاي يقولي كده؟ اوف، شكله متكبر. وبعد شوية طلعت اوضه النوم وقعدت على السرير، وكانت حاضنة رجليها بايديها. يا رب يا رب خليك معايا النهارده بالذات، انا خايفة قوي وحاسة ان هيحصل حاجات انا اصلا خايفة انها تحصل، لانه بصراحة زي القمر. لا، فوقي لنفسك، ما ينفعش تضعفي كده. هو مز وجميل وكل حاجة، بس ما ينفعش تدلقي عليه كده يا مجنونة. اتقلي. عاجبك كده يا سيد؟ اتبسطت لما بعت البنت؟ اخويا اللي تلاقيه بيدور على بنته لغاية دلوقتي، واحنا اخدنا البنت وهربنا بيها في بلد محدش يعرف عنها اي حاجة، علشان انت تستنى اليوم ده علشان لما تكبر تبيعها ب500,000 جنيه. اتقي الله. هعمل لك ايه يعني؟ انا شفت البت من وهي صغيرة حلوة وجسمها ملفوف، وقلت البت دي هتكون كنز اما تكبر، علشان كده اخدتكوا وعشنا هنا بعيد عن الدنيا كلها، ويدور زي ما يدور بقى، هو ده اللي لازم يحصل، وانا خدت من وراها اللي انا عايزه. حرام عليك يا بابا، اصل انت مش عارف ان ممكن اللي انت بتعمله في سما يحصل فيا، ما هو كما تدين تدان. حفظتك ست سما الفلسفة والكلام الفارغ ده. بقولك انت وهي محدش يجيب سيرة الزفتة اللي اسمها سما في البيت ده تاني. انت هنا خلاص دلوقتي بقى ليها بيتها وجوزها، وانا مش عايزة اعرف عنها اي حاجة حتى لو ماتت. حرام عليك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، ربنا ينتقم منك يا بعيد. خليكي قوية يا سما، واول ما تشوفيه اطلبي منه الطلاق علشان تعيشي حياتك، انت لسه صغيرة، مش هتدفني حياتك مع شخص زي ده. وفجأة أول ما دخل وشافته نسيت كل تفكيرها وكل الكلام اللي كانت هتقوله. أنا عندي 40 سنة، ردت سما بسرعة. ما هو ده المطلوب، بحب السن ده. وانا يعني اعمل لك ايه؟ على فكرة انت زي القمر. سما اتكسفت جدا وحطت وشها في الارض ووشها احمر زي الطماطم، وجت تمشي علشان تهرب منه. لأول مرة حد يلمسها، لمس ايديها ومسكها جامد جدا لكن بكل حنية في نفس الوقت. في ايه؟ سيبني لو سمحت. لا مش هسيبك، انت مراتي وانا جوزك، يعني انت حلالي. ارجوك لو سمحت سيبني النهاردة. لا مش هسيبك، انت بتاعتي. انا من اول ما شفتك وانا كنت حاسس انك هتكوني طفلتي اللي هتعيش معايا طول حياتي. انا ما اتجوزتش لغاية دلوقتي لاني ما لقيتش الحب، وبتمنى اني الاقيه معاكي. ها؟ بس انا مش بحبك، واكيد انت ما بتحبنيش. ايه اللي يجبر الراجل مودرن زيك ومتحضر انه يتجوز طريقة الصالونات دي ويتجوز الجوازة السهلة دي؟ انا بالنسبة لي كان مهم عندي الرضا الكبيرة، لانها نفسها تشوف احفادها اللي هم اولادي. هي جدتي مش والدتي، لكن هي اللي مربياني، واول ما طلبت اني اتجوزك وافقت على طول، لانها صبرت معايا كتير
وصبرتها كتير بإني هتجوز قريب. فضلوا يتكلموا كتير ويحكي لها عن حياته، وفجأة هما الاتنين بصوا تحت، لقوا هما الاتنين كانوا ماسكين ايد بعض بدون ما يحسوا. وبعدين هما الاتنين بصوا لبعض نظرة طويلة، وكانت بتحكي حاجات كتير. وبعدين سابوا ايد بعض، وكل واحد راح في طريق وراح في اتجاه. وبعد شوية طلب منها انها تلبس القميص ده. لبسته، كانت واقفة مكسوفة. القميص ده اشتريته من سنين، وكنت ناوي ان مراتي اللي هتكون حبيبتي هتلبسه. طيب بس انا مش مراتك حبيبتك، انتي مراتي وهتكوني حبيبتي. انتي عارفة انك لما بتخجلي خدودك بتحمر؟ انا انا خايفة قوي، ولو سمحت خليني انام في اوضة تانية بعد اذنك. لا، هو انا مجنون علشان اسيب الجمال ده كله؟ انتي مراتي بتاعتي. وبعد وقت كانت صحيت من النوم، وهي كانت مكسوفة وخجلانة جدا من اللي حصل، وهو كمان كان قاعد بيبص لها في عينيها وبس. انت حلوة قوي، ممكن لو سمحت تطلع بره وتسيبني اقعد هنا لوحدي؟ لو سمحت هأرجوك اطلع بره. حاضر، هطلع وهعملك اللي انت عاوزاه، بس اللي حصل ده وضع طبيعي لانك مراتي. وبعد ما فاقت من اللي حصل، اخدت الشاور بتاعها ولبست هدوم جديدة تليق بالصعيد من اللي كان جايبها لها عريسها، ونزلت تحت. صباح الخير يا كبيرة، ازيك؟ عاملة ايه؟ انت فطرتي ولا اجيبلك فطار؟ قومي يا بت، انت اتجننتي ولا ايه؟ بقى معقول عاملاني واحدة صاحبتك وقاعدة تتحدثي معايا كده وقاعدة قدامي؟ لما تبقي قدامي لازم تقومي تفزي تقفي. انت موجودة هنا خدامة؟ مستحيل مستحيل اكون عايزة منك اي حاجة غير انك تجيبي لي الواد. ايه؟ انا مش فاهمة، يعني انت مجوزاني علشان اخلف لحفيدك وبعدين تعامليني كأني خدامة؟ طيب ليه؟ طيب كنت جوزتيني اصلا ليه من الاول؟ كنت سبتيه كده او هو يختار عروسته بنفسه؟ ليه عملتي كده ودمرتي حياتي ليه؟ بس خراسي، أنا كل اللي أنا رايداه يا طفل بس، وبعد كده خليه يطلقك وتغوري في 60 داهية وتاخدي ملمين وتبتدي حياتك من أول وجديد. انت هنا خدامة، أنا عايزة القصر كله يبقى بيربرق وبيلمع، لأن جاي لنا ضيوف بالليل، ولما يجوا الضيوف تكوني هانم. هعمل كل ده ازاي؟ عايزاني طول النهار اخدم وانضف وبالليل اكون هانم؟ طب ازاي؟ وليه عايزه مني كده؟ حرام عليكي، انت ايه ما بتحسيش انت جبروت؟ ضربتها بالقلم ومسكتها من شعرها. ده آخر تنبيه مني ليك يا حلوة، اوعي اوعي ثم اوعي تعالي صوتك على الكبيرة تاني، وزي ما قلت انت هنا خدامة وبس. حاضر بس سيبيني. زقتها على الارض وسابتها ومشيت، وهي مش عارفة إن كل حاجة كانت جوه سما بتتكسر، ثقتها في كل الناس. وفعلا بدأت تنظف في القصر كله. القصر كان كبير جدا عليها، وما كانتش قادرة تعمل أي حاجة أكتر من كده، لأن جسمها كان مرهق وما كانتش أكلت أي حاجة من امبارح. درغام دخل عليها، وأول ما شافها بالمنظر ده اتصدم جدا وزعق فيها. انت بتعملي ايه؟ انت حرام درغام بن نعماني، ما ينفعش تشتغلي خدامة في البيت ده. مين اللي سمحلك بكده؟ انا عارف مين اللي عمل كده ومين اللي خلاكي تبقي بالمنظر ده. يلا تعالي معايا على فوق. أما سما ما كانتش حاسة بأي حاجة حواليها، وقعت وأغمى عليها. سما، يا سما، قومي أرجوكي، اطلبوا لي الدكتورة فورا. وبعدين أخدها وطلع فوق ونيمها على الأوضة، واللي جايله دكتور. ايه ده؟ أنا مستحيل أخلي دكتور يكشف على مراتي، مستحيل. أنا عايز دكتورة ست. طيب يا فندم أنا آسف، هما اللي اتصلوا بيا وقالوا لي يجي. عموما عن إذنك. أما درغام هو اللي كشف عليها بنفسه. هو أصلا دكتور بس ما كانش بيمارس مهنة الطب، وبعد ما كشف عليها كان بيقول بينه وبين نفسه عندها هبوط حاد. أكيد ما كانتش الحاجة لغاية دلوقتي، من ساعة ما جت المكان ده وهي بتتعذب، بس شكلها كانت حياتها صعبة كمان مع عمتها وجوز عمتها. أنا فين؟ هو إيه اللي حصل؟ ما حصلش حاجة، انتي كويسة وتمام. أنا عايزك تهدي وترتاحي، وأنا هروح أجيبلك أكل، محتاجة تتغذي كويس جدا.
لا، أنا مش جعانة، ماليش نفس. أنا عاوزة أنام، عاوزة أفضل نايمة، مصحاش للعالم السيء اللي أنا عشت فيه طول حياتي واللي لسه بكمل أعيش فيه. أنا عايزة أفضل نايمة في الأحلام. لا، الواقع أوقات بيكون أحلى بكتير. لا، مستحيل يكون أحلى. أنا عشتي كلها كده، كلها عذاب في عذاب. سيبني في حالي واطلع بره وأنا عايزة أنام. جهزي الأكل يا دادا بسرعة. وبعد شوية جابوا الأكل وأكلها بإيده، وكان بيمسح لها بقها بالمنديل. أما بقى الدادة كانت واقفة ومصدومة من اللي بيحصل. إزاي درغام بجبروته وقسوته يكون معاها كده؟ يا حستي السودة، معقول؟ داني لازم أروح أقول للكبيرة. وفعلا راحت قالت للكبيرة كل حاجة. شفتي بقى درغام بيه اللي محدش يقدر يقول له تلت التلاتة كام؟ معقول؟ هو اللي بيوكلها بنفسه. البت دي أكيد عاملة له سحر. مستحيل يكون اللي بيحصل ده طبيعي. بقول لك ايه، انت لازم تتصرفي. ايه الحديث الماسخ اللي بتقوليه ده؟ بقى هي البت المفعوصة دي تقدر تروده في يومين اتنين؟ كيف؟ ماشي، انا هعرف اتصرف معاها كويس قوي. درغام اللي عامل لي فيها كبير البلد كلتها والكل بيخاف منه، يعمل كده مع حتة عيلة؟ درغام، ممكن كفاية بقى، أنا شبعت. لا، انا عاوزك تاكلي وتتغذي. لا خلاص، مش قادرة أكل أكتر من كده. تقدري تنزلي معايا تحت؟ عايزك في موضوع مهم، في مشكلة كده ولازم تتحل، والنهاردة مش هستنى أكتر من كده. تعالي حاولي تسندي عليا. ها؟ أنزل تحت؟ لا، أنا مش هقدر أنزل تحت. وبعدين هو ما حصلش حاجة. أنت عايزني أنزل ليه؟ انت ليه بتخبي؟ ليه عايزة تقللي من نفسك؟ انت غالية قوي، انت أغلى إنسانة في الدنيا. محدش يقدر يتعامل معاكي بالأسلوب المهين ده، وأنا مش هسكت على تصرف حقير زي ده. طالما مش قادرة تنزلي، تعالي. وأخدها وشالها بين إيديه الاتنين ونزل بيها تحت قصاد الجميع، وكمان قصاد الكبيرة اللي كانت مصدومة من رد فعله، وهو شايلها قصاد الخدم والحراس وكل الناس. درغام، ايه قلة الحياة اللي بتحصل هنا في القصر دي؟ معقول بقى تشيلها بالمنظر ده قدام كل الناس وقدام الخدم؟ مفيش خشة ولا حياة يعني ولا ايه؟ البت دي اكيد عاملة لك سحر ومش جايباها البر. طلقها خلينا نخلص منها. درغام، نزلني لو سمحت، هيحصل مشاكل. درغام ما ردش وقربها ليه أكتر. لا، شش. سما تكون مراتي، مرات درغام، درغام بيه اللي محدش يقدر يتنيله كلمة. بقى انت تشغلي مراتي زي الخدامة في القصر؟ مراتي مش خدامة، مراتي هنا ست القصر كله. وعموما انا هاخد مراتي وهنمشي من القصر كله. بقى معقول؟ اكيد ده مش حديتك، اكيد حديت المفعوصة دي هي اللي اجبرتك انك تمشي من هنا من الدار وتبعد بعيد عن ستك اللي كل اللي يهمها مصلحتك وبس. عملت فيك ايه؟ عملت فيك ايه بس يومين اتنين غيرتك كده؟ حنيتها عليا اللي عمري ما شفتها منك ولا من اي حد من الدنيا. انا بالنسبة لي سما هي العوض اللي ربنا بعتهولي، ومش عايز اي حاجة من الدنيا غيرها هي وبس. يلا يا سما، تعالي نجهز هدومنا. وبعد ما جهزوا الشنطة، درغام أرجوك، هيحصل مشاكل كتير قوي وبسببي. أرجوك ما تسيبش البيت. أنا هحاول أتأقلم معاها وهسكت وهقول لها حاضر ونعم. هي ست كبيرة مهما كان، أنا مش عايزة أعرضك لأي مشكلة. أما درغام قرب منها بكل خطوات ثابتة وبهدوء، وقرب من ودانها وقال: انتي إنسانة غالية، مستحيل أخليكي تعيشي في مكان مع ناس بيقلوا منك. انتي مراتي، انتي أغلى حد بالنسبة لي. قال لها كده وسابها ومشي. أما سما فرحت جدا، أول مرة تحس إنها غالية بجد، وإنه الشخص الوحيد اللي ظهر وسند ليها وربنا بعتهولها بعد الوقت ده. ماشي يا درغام، اللي انت رايده دلوقتي بقت هي الحلوة، وانت اللي هتاخدها وتمشي من الدوار. معناها كده انك ما ترجعش الدوار هنا تاني. خلاص، كل شيء بينك وبين الدوار ده انتهى.
سما كانت بتبصله نظرات بإنها بتترجاه يفضلوا هنا موجودين، لكنه بصلها نظرة وهي فهمته إنه كان مصمم إنهم يمشوا. جاهزة نمشي؟ جاهزة، يلا بينا. وفعلا هما الاتنين مشوا، والحرس أخدوا الشنطة علشان يحطوها في العربية. أما الكبيرة كانت متغاظة جدا لكنها ما قدرتش تتصرف. طول الطريق سما كانت عمالة تبصله وهي سرحانة فيه. معقول هو ده فارس الأحلام اللي بيقولوا عليه، ولا العوض والسند اللي ربنا بعته لها في الوقت المناسب؟ درغام، احنا هنروح فين؟ هنروح بيت واحد صاحبي. ايه؟ هنروح بيت واحد صاحبك؟ انت ازاي تشوفني كده؟ يعني انت هتاخدني في بيت واحد صاحبك ليه كده يا درغام؟ ليه؟ حرام عليك. وسكت درغام، ما ردش عليها تماما. سما كانت خايفة جدا، وابتدت تحس ان الاوهام اللي كانت حاسة بيها مش حقيقية، وانه يوديها لواحد صاحبه يبقى هو ده الغلط بعينه. وفعلا راحوا لواحد صاحبه ودخلوا البيت. عامل ايه يا صاحبي؟ انا جيت لك اهو. انا عارف اني وحشتك زي ما انت وحشتني بالظبط. طمني عليك وعلى صحتك. قولي، بتاخد العلاج في ميعاده ولا لا؟ ايوه يا بكاش، انا مستنيك من زمان، وقلت لي انك مش هتغيب عليا، لكن المره دي غبت، وغبت قوي كمان. ماشي يا سيدي، عموما المره دي بس انا عذرك. المهم بالنسبه لي انك تكون بخير. والله انا بخير والحمد لله علشان شفتك. وعلى فكره الشغل تمام التمام، انا بتابعهم على طول بالتليفون. ما تقلقش، الصفقه ماشيه مظبوط زي ما انت خططت لها وانا نفذت. والله عفارم عليك يا بطل، راجل من ظهر الراجل. ابوك الله يرحمه كان اعز اصحابي. امال مين دي؟ دي تكون مراتي. كلمة مراتي دخلت قلبها لأول مرة. معقول ينفع كده يا درغام؟ بتتجوز من غير ما احضر فرحك؟ مع اني كان حلم عمري انك تتجوز بنتي. بس يلا، ان شاء الله ربنا يكمل لكم على خير يا ولاد. انت يا سما الف مبروك. شكرا يا عمو، الله يبارك فيك. على فكرة انا هعمل لسما فرح كبير جدا في البلد، وهخليها تعيش حياة العروسة من اول وجديد، وانت طبعا اول المعزومين. بجد يا درغام؟ احنا هنعمل فرح تاني؟ وكمان هلبس فستان بس من اختياري انا؟ ايوه، فستان اللي انت هتختاريه حتى لو من بره مصر هجيبهولك، وهعمل لك اكبر فرح واكبر اشهار في البلد. ايوه كده، فرحني يا درغام وخليني افرح بيك يا ولد انت. ده انت متربي على ايدي. ربنا يبارك فيكم ويخليكم لبعض يا ولاد. وبعد وقت طلعوا على اوضتهم فوق. تقدري تعتبري البيت بيتك، هو ده صاحبي اللي قلتلك عليه، زي ابويا، وهو اللي مربيني يعتبر بعد وفاة ابويا على طول. على فكرة المكان اعتبريه مكانك، احنا هنشتري فيلا تكون قريبة منه علشان نبقى نطمن عليه. انا اسفة لاني فهمتك غلط. مش مهم، المهم ان انت بخير. وسابها ونزل تحت. اما سما للمرة التانية كانت بتفهمه غلط، كانت حاسة ان هو اخدها لصاحبه علشان غرض دنيء، لكن بعد اللي شافته كانت حاسة ان قلبها بيرتاح له اكتر واكتر. اللي اقول يا ابني، هو انت ليه اتجوزت بسرعة كده؟ ومين سما دي؟ وفين اهلها؟ وليه هتعملوا اشهار من اول وجديد؟ وليه ما عملتوش فرح اصلا من البداية؟ والله يا عم فتحي، عايزة اقولك ان سما دي حكايتها حكاية. الله يسامحه بقى اللي كان السبب وجوزها بالطريقة الصعبة دي. المهم انها بقت مراتي. افهم من كده انك مش عايز تفتح في مواضيع. انت كده صح، ابتدوا صفحة جديدة بحياة جديدة يا ابني، وربنا يوفقكوا يا رب. اما بقى درغام بعد ما قعد مع عم فتحي صاحبه، طلع الأوضة لقى سما نايمة. كان عمال يحط ايده على بشرتها الناعمة الجميلة. انت عملتي فيا ايه يا سما؟ انت غيرتيني. عندها حق الكبيرة، انت سحرتيني. اما سما ما كانتش نايمة، كانت عاملة نفسها نايمة، وسمعت كلامه فرحت قوي وقلبها كان بيدق بسرعة. وبعد وقت كانت قاعدة بتتفرج على التلفزيون في الأوضة، ودخل عليها درغام وقال على فكرة انتي ضحكتك حلوة قوي، ولما بتضحكي بتقلبي كلك شبه الكريس بالظبط، بتبقى عايزة تتاكلي. ميرسي يا درغام، بحب اشوفك قوي وانتي خجلانة، بحس انك بتاعتي، انك ملكي، عندك براءة عمري ما شفتها في اي بنت. قرب عليها وحط ايده على خدودها
هما الكريستين دول اللي مجننني دايما. كل ما اشوفهم بتجنن اكتر. ضحكت سما وقالت درغام. وبعدين درغام قرب منها اكتر، وقرب منها كمان وكمان، وبعدين اتكسفت جدا ووشها احمر وبقى لونه فعلا زي الكريز، وطلعت تجري وهو كان بيضحك عليها وقلبه كان بيدق. وبعدين خدها في العربية. درغام انت ما قلتليش، هو احنا رايحين فين تاني؟ هو احنا هنغير مكان البيت تاني؟ لا، انا اخدك عند اهلك علشان تعزمي عمتك ولو حابة جوز عمتك، وتعزمي ندى اللي انتي بتحبيها على فرحنا. مستحيل نعمل فرح وهما ما يكونوش موجودين. عايزك تعزمي كل الناس اللي بتحبيهم. الله، هي دي بقى الأخبار اللي تفرح بجد. انت مش متخيل ندوش وحشتني قد ايه. انا بحبها قوي يا درغام، ده انا اللي يعتبر مربيها، كانت لسه بيبي صغير في اللفة وكانت متعلقة بيا قوي. على فكرة احنا نقدر نستضيفها عندنا في بيتنا، وانا متكفل بكل تعليمها. وراحوا البيت، واول ما راحوا كلهم حضنوها. انا جاية علشان اعزم حضرتك على فرحي انا وسما، وبشكر حضرتك لتربيتك على سما، بنت محترمة، وعمري في حياتي ما شفت في تربيتها ولا في أخلاقها. أنا سعيد إنك جوزتها لي. ياه، بردت قلبي يا ابني وريحت ناري، الحمد لله. أنا كان قلبي واجعني وكنت حاسة إني عملت حاجة غلط إني جوزتها بالطريقة دي. أنا بنت أخويا غالية قوي والله يا درغام، بس هو بقى الشيطان اللي اسمه سيد ربنا ينتقم منه. مش مهم، يمكن الحاجة الوحيدة الحسنة اللي عملها في حياته إنه جوزني لسما. أنا أسعد راجل في الدنيا، وأوعدك إن سما في عينيا الاتنين. وأخيرا فيلتهم جهزت وسما جهزت شنطتها. ياه، هتوحشني قوي الأوضة دي. وعم فتحي راجل طيب قوي وأنا حبيته. أنا لازم أروح أطمن عليه وأسلم عليه وأشكره على الاستضافة الجميلة دي قبل ما أمشي. أما فتحي كان قاعد في أوضته وماسك صورة بنته اللي كانت لسه صغيرة، وما يعرفش يا ترى ملامحها ولا شكلها ايه دلوقتي لما كبرت. وكان بيدعي ربنا كتير ان ربنا يعطره فيها ويقدر يشوفها تاني من اول وجديد. وحشتيني قوي يا حبيبتي. سما خبطت على الباب وأذن لها بالدخول، وأول ما دخلت قالت عم فتحي شكرا على الاستضافة الجميلة دي. أنا كنت مبسوطة قوي وإحنا عايشين معاك، وإحنا طول الليل عمالين نتفرج على التلفزيون مع بعض. عوضتني عن أبويا. ألف شكر. أنا لميت هدومي وهنروح على الفيلا الجديدة النهاردة، وأوعدك إني دايما هطمن عليك. محدش بيطمن على حد يا بنتي، خلاص كل واحد بيعيش حياته وبيبقى عنده أشغاله. هو ده حالي من سنين كتير، والأول مرة أحس إن عندي عيلة وأهل لما عشت معايا انتي ودرغام. لا، أنا مش هتشغل عنك ولا هبعد عنك أبدا، أنا هكون جنبك على طول. إحنا الفيلا قريبة من جنبك، وعلى فكرة كل يوم هاجي أشرب معاك القهوة زي كل يوم الصبح، ونتفرج على التلفزيون ونسهر مع بعض كمان، وبالليل نبقى نروح بس. مع السلامة. مع السلامة يا بنتي، مع ألف ألف سلامة. سما ما شافتش الصورة اللي كانت في إيده لأنه كان قلبها على الناحية التانية. وجي أخيرا الفرح. كانت سما طالعة بنوتة رقيقة وجميلة وزي القمر، ودرغام كان شيك وعنده هيبة وكاريزما كالعادة. ألف مبروك يا ولاد، أنا النهاردة والله حاسس إني بجوز بنتي وبجوز ابني كمان. وفجأة جت عمتها، وأول ما شافت فتحي اتصدمت تماما. كانت حاسة إن الأرض نفسها تتشق وتبلعها. ألف مبروك يا سما، مبروك. الله يبارك فيكي يا عمته. تعالي اما اعرفك على عمو فتحي. فتحي يا اخويا، وحشتني قوي يا اخويا. انا اسفه يا فتحي، اسفه عن كل اللي حصل ليك ولسما. حقك عليا يا اخويا، اللي حصل ده والله كان غصب عني، هو سيد السبب اللي خلاني اخطف منك بنتك واسيبها لغايه ما تكبر علشان يتاجر بيها ويجوزها وياخد عليها فلوس. ايوه يا بنتي، هي دي الحقيقه يا سما. هو ده فتحي ابوكي وهو اخويا، كان بيدور عليكي من سنين طويلة واحنا خطفناكي منه. سما قعدت على ركبها وفضلت تحضن في أبوها وتعيط وهو يعيط. وبعد 6 سنين ندى كبرت وبقت عروسة، وكمان عمتها اتطلقت من سيد. درغام وسما خلفوا مهند ولد زي القمر، وكلهم عاشوا في فيلا واحدة وعاشوا بسعادة.
وكده توتة توتة وتكون خلصت الحدوتة. يا رب تكون عجبتكم. أتمنى لو عجبتكم يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم إشعار أول ما ننزل رواية جديدة. وكمان ما تنسوش تشيروا الرواية الجامدة دي على الفيسبوك والتيك توك ومع كل أصدقائكم. ألقاكم في رواية جديدة. مع السلامة.